بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة أخرى من برنامج لوحات قرآنية. استعرضنا عدة لوحات في هذا البرنامج، ولا زلنا في لوحة البلاء والابتلاء، وقلنا للبلاء ألوان شتى، واليوم لهذا البلاء لون آخر وهو الابتلاء في الرزق، في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم. إذن سادتي المشاهدين، هاتان الآيتان هما المحور الأساسي في هذه الحلقة المباركة، وضيفنا الدائم معنا في الاستوديو الدكتور طلال خليفة، نرحب به بداية. شكرا دكتور، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد. عفوا دكتور، هذه الآية يعني تمر على ذكر السبت، يوم السبت. نريد أن نأخذ فكرة قبل أن ندخل جو الآية أو الآيتين المباركتين عن هذا اليوم، يوم السبت. يعني في الأديان هذا اليوم هو يوم، يعني كما يعبر عنه في اللغة العربية هو يوم السبت، يعني الركون أو السكون. نعم. أيضا، لكن عند المسلمين هو يوم الجمعة، هو العطلة الرسمية. حتى قيل أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يعني احتجم يوم السبت لا يلومن إلا نفسه. قيل لما؟ يقال أن الدم يجمد في هذا اليوم. نعم. بلي دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النص أيضا يدخل من ضمن نصوص بلوى العقوبة. نعم. وما زلنا في النوع الثالث من أنواع الابتلاء، وهو بلوى العقوبة. كان النص الأول عن إبليس وعصيان إبليس لله سبحانه وتعالى، ومن ثم عقاب الله سبحانه وتعالى لإبليس بسبب عصيانه. والنص الثاني الذي يدل على بلوى العقوبة هو قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وهو بلعم بن باعورة. ورأينا في الجزء الأخير من الحلقة الماضية كيف أن الله سبحانه وتعالى يمثله هذا الإنسان وهذا المعاند، كل إنسان معاند يمثل بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم انتقلنا إلى نص ثالث، وهو هذا النص الذي أيضا يبين بلوى العقوبة. لماذا يوم السبت؟ ولماذا بنو إسرائيل؟ ولماذا هذا الابتلاء بهذا النوع؟ السبت تعلم جنابك الموقر أنه هو بالنسبة لليهود ولغيرها، يعني بعض الديانات الأخرى، هو كان يوم العطلة. وحتى في اللغة العربية هذه الكلمة سبات، عندنا يعني بعض الحشرات، بعض الكائنات يصير، بعض الحيوانات يصير عندها سبات في موسم الشتاء، في مواسم معينة. مثلا الدب القطبي عنده سبات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض معدل ضربات قلبه إلى أقل من 10 ضربات لكي يستطيع أن يعيش بدون طعام في هذا البرد القارس. النمل مثلا لا تراه في الشتاء. نعم. ولكنك تراه نعم. في الصيف. إذن هنا من الهدوء والراحة والسبات بمعنى عدم الخروج للعمل، وعدم يعني الإنسان يترك هذا العمل، وهو يوم الراحة ويوم الهدوء ويوم العائلة. لكن عند المسلمين الله اختار المسلمين أن يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة ويوم الراحة ويوم العبادة. يعني لا يتصور الأخوان والأخوات أنه يوم الجمعة هو فقط يوم راحة، لا، هو يوم عبادة، بدليل ما ورد في سورة الجمعة، سورة كاملة هي باسم هذا اليوم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هناك فرق. الديانة اليهودية عندهم يوم السبت،
هذا السبت يوم راحتهم، الله أمر اليهود بأن لا يصيدوا السمك في هذا اليوم. يقال دكتور البعض أن يوم الجمعة ما كان عطلة. نعم. وهو ليس عطلة. نعم. ولكنه يعني يجتمع فيه المصلون ويؤدون نعم. صلاة الجمعة نعم. في هذا اليوم. سمي الجمعة. جيد، لطيف. لأنه يجمع فيه الناس. يوم اجتماع الناس. نعم. يوم اجتماع الناس في المساجد لصلاة الجمعة. نعم. تعرف أنه في الفقه الإسلامي هناك ما يسمى بصلاة الجمعة، يعني مو صلاة الجماعة، هناك فرق بين الجمعة والجماعة. نعم. فالجمعة حتى لها أحكام خاصة في الكتب الفقهية وفي الرسائل العملية، بمعنى أن الناس يجتمعون في المساجد في هذا اليوم لكي يصلوا، لكي يشكروا الله، لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى. فبالنتيجة هذا الاجتماع وهذا الذهاب إلى المساجد يتطلب عدم الخروج مثلا للعمل، عدم ممارسة البيع. لذلك الله في هذه الآية: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. ذروا يعني اتركوا، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد ما يكتفي: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا هذا التفرغ للعبادة يحتاج من الإنسان أنه في ذلك اليوم يترك العمل، لا يخرج لعمله، لا يخرج لوظيفته، فكان من ثم عطلة للناس في هذا اليوم لكي يتفرغوا لعبادة الله ولشكر الله يعني النص القرآني يشير إلى هنيهة بسيطة، يعني هذا الهدوء أو هذا الاعتزال عن العمل وذكر الله والصلاة هو لمجرد وقت الفريضة، وبعد الفريضة يعاودون إلى فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. يعني هذا السعي إلى ذكر الله واذكروا الله كثيرا، هذه أيضا بحاجة إلى أنه الإنسان يتفرغ عن الأمور الدنيوية حينما يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى. اليهود كان يومهم هو يوم السبت، حتى عندنا بالمثال العام يعني أهلنا وآبانا وأجدادنا يقولون السبت براس اليهودي. صحيح. على اعتبار أنه هي عطلتهم. بالنتيجة هنا الله يشير إلى هذا الابتلاء الذي ابتلى به بني إسرائيل، ابتلى به اليهود. نعم. النص يفتتح بقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. طبعا هذا الحديث أو هذا النداء موجه للنبي موسى عليه السلام. لا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واسألهم عن القرية. نعم. كانت الآيات التي قبلها يعني تعبر عن النبي موسى عليه السلام. أنا هكذا فهمت السياق. الآيات التي تسبقها يقول سبحانه وتعالى في الآية 61 بعد 100 من سورة الأعراف. هذا النص هو الآيتان. الآيتان 63 64 بعد 100 من سورة الأعراف. لكن في الآية 61 بعد 100 يقول سبحانه وتعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نعم. هنا يتحدث عن بني إسرائيل وموسى عليه السلام وما حصل له، يعني يتحدث ثم ينتقل مباشرة: واسألهم عن القرية. هذه الواو واو استئنافية وليست واو عاطفة. يعني هناك فرق بين واو الاستئناف وواو العطف. واو العطف هدفها عطف المفردات على بعضها. الواو الاستئنافية هي حينما ينتهي نص أو تنتهي فكرة معينة وتبدأ بفكرة ثانية. نعم. هذه الواو يعني انتقل مباشرة من حكاية قصتهم إلى خطاب النبي وأمر النبي: واسألهم. نعم. فهنا الواو الاستئنافية، وحتى مصطلح الاستئناف واحد هو من المصطلحات الفقهية. يعني حينما يقول المجتهد في الرسالة العملية: إذا أخطأ المكلف في الوضوء في الجزء الفلاني عليه أن يستأنف العمل، يعني يعيد العمل، يعني يبدأ العمل من جديد. أنت تقصد مفهوم الاستثناء يعني. نعم. نعم. فالواو الاستئنافية بمعنى بداية كلام جديد، يعني كلام جديد، استأنف كلاما جديدا، بدأ كلام جديد عبر توجيه هذا الخطاب وهذا الأمر للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واسألهم فعل أمر، واو استئنافية فعل أمر مباشر. واسأل اسأل هذا فعل أمر مباشر، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعود على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
والهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. من هم؟ هم اليهود الذين كانوا في المدينة، لأنك تعلم والمشاهد الكريم يعلم أن النبي كان يعاني كثيرا من نفاق اليهود ومن المشاكل التي يثيرونها على النبي وعلى المسلمين في المدينة. بعض الآراء للمفسرين دكتور يقول هذه الآية جاءت بسبب، يعني عندما يقول وسألهم عن هذه القرية، نعم، ولا نعلم أين تقع القرية، يقال أنها بين مصر سآتيك بالتفاصيل ولكن كاملة. يعني يقال أن هؤلاء اليهود دائما يقولون نحن شعب الله المختار، نعم، نحن أبناء الله، نعم، نحن كذا نحن كذا. نعم. فهذه الآية وكأنها تذكرهم. إذن سألهم لماذا كانوا هكذا، لماذا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم، ولماذا هكذا أنزل الله عليهم البلاء، وكي يذكرهم بأنهم هم ليسوا شعب الله المختار، وهم ليسوا يعني كما يقال عنهم نبلاء، نعم. يختلفون في معاملتهم مع بقية العباد. أحسنت. إذن فعل الأمر المباشر موجه لنبينا الأعظم، والفاعل هو المفعول به يهود المدينة. نعم. واسألهم، لكن أي سؤال؟ سؤال الاستفهام أو سؤال توبيخ. الاستنكار والتوبيخ والفضح لما فعله آباؤهم. أحد المفسرين له جملة دقيقة يقول هذا السؤال الذي أمر به نبينا الأعظم هو سؤال توبيخ وسؤال إنكار لعمل آبائهم لكي يرعوا ويتخلوا عن هذه العنجهية وهذا الغرور الطاغي، ونحن شعب الله المختار ونحن أفضل الناس ونحن كذا ونحن كذا. فهذا السؤال على نحو التوبيخ والإنكار وعلى نحو التوهين لهم بهذا النص. طيب دكتور، يعني كيف يفهم قارئ القرآن نعم أن هذا هو يراد به توبيخ جيد، باعتبار لطيف. أن الاستفهام له أكثر من دلالة. لطيف. نريد أن نعرف كيف نأخذ صورة عن هذا الاستفهام، نعم. وما هي يعني المضامين التي من خلالها نستشف أن هذا استفهام يدل على جيد. التوبيخ، لطيف. هذا الاستفهام يدل على طلب العلم، هذا من خلال السياق أستاذ عبد الكريم. عندنا سياق، هناك قرينة، أكرر سياق وقرائن. هنا من خلال السياق سوف يأتينا ويقول أن اليهود كانوا يكذبون ويفعلون فعلا يناقض ما أمرهم الله به. ويقول القرآن إذ يعدون في السبت، يعدون يعني يتعدون على حدود الله، على حدود الله، يتعدون على أمر الله، يتجاوزون على أمر الله. إذن من خلال هذا السياق أما يفهم أنه يعني من الاعتداد والتهيؤ؟ لا هنا يعدون، يتهيئون لصيد السمك في هذا اليوم، هم يعتدون؟ لا هنا يعدون بمعنى يعتدون على ماذا؟ على أمر الله، ويعتدون على هذا الواقع ويتجاوزون الحد. الاعتداء هو تجاوز الحد. أكيد. أقول اعتدى فلان على فلان بمعنى تجاوز حده، بحيث آذى فلان، ضربه كذا، أسمعه كلاما نابيا. إذن هنا بمعنى تجاوز الحد وتجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. بأي طريقة كانوا يعتدون؟ بصيد السمك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن لا يصيدوا السمك في هذا اليوم. هذا الأمر هو ابتلاء لهم، ابتلاء عقوبة. أراد الله أن يكشف زيف ادعائهم، وأراد أن يكشف كذبهم، وأراد أن يكشف خداعهم ونفاقهم، فابتلاهم بالنتيجة. هم تحايلوا على الله مثل ما يتحايل اليوم الكثير من الناس على الله بحجة هذه حيلة شرعية إلى آخر من الأمور، ونأتي إلى النص تباعا إن شاء الله. طيب. واسألهم عن أي شيء. إذن قلنا هذا السؤال من أجل فضح آبائهم لكي يرعوا. واسألهم يا محمد عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بماذا وصف القرية؟ بأنها كانت حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تجد في التفاسير، تجد المفسرين يعطون أسماء إلى هذه القرية، ولكن بتتبعي لبعض التفاسير وبربطها بالأسماء الحديثة، أكثر المفسرين يتفقون على أن هذه المنطقة في كتب التاريخ وفي كتب التفسير كانت تسمى إيلة. نعم. إيلة هذه المنطقة، وهي كانت منطقة ساحلية على البحر. كيف عندنا الآن مثلا البصرة، الخليج،
هذه إيلة اليوم، هذه كلمة إيلة إذا ربطناها بهذا الكلام هي ميناء إيلات الحالي، ميناء إيلات اليهودي، هي نفسها هذه المنطقة. طيب نكمل دكتور بعد أن نخرج بفاصل. إذا سادتي المشاهدون، فاصل ثم نتابع لوحات قرآنية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم في برنامج لوحات قرآنية، وعودة مع الدكتور طلال نرحب به ثانية. مرحبا بك دكتور. سيدي مرحبا. ونعود إلى النص المبارك. نعم. وكان السؤال هو عن هذه القرية. نعم. ما اسم هذه القرية؟ أين تقع القرية؟ كما عبر عنها القرآن بحاضرة، وهذا يبدو نعم. أنها حاضرة باعتبارها مدينة كبيرة. أحسنت. ويعني واضحة المعالم. نعم أستاذ عبد الكريم، يعني أي مدينة ساحلية تكون هي مدينة غنية، لأنها محط السفن وتجارة القوافل وغير ذلك من هذه الأمور. هذه القرية بماذا وصف؟ وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت حاضرة من حواضر الدنيا، مدينة جيدة، مدينة يعني أكثر المفسرين يعني يعطون أسماء كثيرة، ولكن الاسم الذي يتفق عليه أكثر المفسرين هو مدينة إيلة. مدينة إيلة هي اليوم نفسها ميناء إيلات، ميناء إيلات، هذه هي المدينة. يعني هذه المدينة أسست على أطلال تلك المدينة دكتور؟ لا يعني هي نفسها استمرت، هذه المدينة هي بقت ساحلية، يعني البصرة هي موجودة منذ أن أسست في ذلك الزمان إلى اليوم، يعني طيب بقية المدينة. النص يقول كانت. نعم جيد، كانت حاضرة البحر، هنا تحمل معنيين. نعم. المعنى الأول كانت وما زالت، كانت وما زالت. المعنى الثاني بأن هذه المدينة في فترة من الفترات قد اضمحل دورها، ومن ثم رجع لها دورها ورجعت لها تجارتها في هذا الميناء في هذا المكان. يعني في عصر الرسالة المحمدية نعم كانت هي في اضمحلال، وعندك يصدق الوصف بأنها كانت حاضرة. يعني لا، المفسرون لا يقفون على هذا المعنى، إنما هنا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم احكي لليهود هذه القصة لكي يفهموا ما فعل آباؤهم ولكي يرعوا ويعرفوا واقعهم ويعرفوا شأنهم. نعم. زين، أما في العصر الإسلامي كانت هذه المنطقة حاضرة أو غير حاضرة، لا يشير المفسرون على بحدود اطلاعي للتفاسير التي قرأتها في هذا المجال، لا يشير إلى أنها كانت في عصر النبي محمد. هل هي حاضرة أو غير حاضرة؟ قد تكون حاضرة بالمعنى الأول، بمعنى كانت وما زالت. لا هو كان يعني حينما يقول القرآن كان بعض الأحيان يحمل الماضي والاستقبال، حينما يقول القرآن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني هاي بمعنى مو الإنسان كان عجول والآن غير عجول، لا، كان وما زال عجولا الإنسان. كذلك هنا قلت لك قد تحمل معنى الكان وما زال، وقد تحمل أنها في فترة في مدة من المدد أنها أصبحت يعني منكفئة، ومن ثم عادت حاضرة، وكما هي اليوم تعلم أن ميناء إيلات من الموانئ الكبيرة في العالم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذ يعدون في السبت، هنا اليعدون هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، كما قلنا يعدون بمعنى يظلمون. واحد من المفسرين يشير إلى قوله بمعنى يظلمون بصيد السمك. يظلمون من؟ أول ما يظلمون أنفسهم. لماذا؟ لأن الله كان قد أمرهم بعدم الصيد في يوم السبت، فكانوا يعدون. القرآن يقول يعدون في السبت بمعنى يتجاوزون الحد ويتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، ويظلمون أنفسهم بإيقاعها بمعصية الله وبمعصية أمر الله الذي أمرهم بعدم الصيد في هذا اليوم، ولكنهم مع ذلك كانوا يتجاوزون الحد ويتجاوزون الأمر الإلهي ويظلمون أنفسهم بالصيد في هذا اليوم. طيب, نعم. طيب دكتور، يعني إذا كانوا هم يعتاشون على صيد السمك، نعم،
وهؤلاء لو لم يصيدوا السمك نعم لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يعيشوا أصلا، باعتبار أن لهم جيد. أيضا عوائل. جيد. وهؤلاء عندما يعني يصيدون أو يصيدون السمك هم بهذا السبب أو لهذا السبب، هم لأجل عوائلهم، لأجل أطفالهم. نعم. فكيف يتسنى لله سبحانه وتعالى أن يبتليهم بهذا البلاء؟ نعم. ابتلاء في الرزق، في المأكل، لطيف. في كل شيء. لطيف. يعني إن أطاعوا الله سبحانه وتعالى نعم. ماتوا جوعا. لطيف، سؤال جيد. طبعا أولا الله سبحانه وتعالى كان قد أمرهم بعدم الصيد يوم السبت فقط. نعم. أما الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لهم، يعني 6 أيام من الأسبوع لهم، ويوم واحد لله. لما كانت 6 أيام ماكو سمك، هو يطلع هذا السمك الابتلاء بس يوم السبت. أستاذ عبد الكريم، هو هذا الابتلاء. بلي. يعني الله يبتلي الإنسان بأمور معينة. واحد يبتليه بالرزق. نعم. هذا الرجل بلعام بن باعورة ابتلاه بالانسلاخ عن آيات الله. إبليس ابتلاه بالتكبر، أنا خير منه، وعدم إطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه؟ إنسان يبتليه بفقد عزيز، إنسان يبتليه بأمور أخرى، بفقد مال، بغيرها من هذا، بمرض إلى آخره. وهذا الابتلاء. والابتلاء هو مدة معينة ومن ثم يزول، لكنهم لم يصبروا. الله أراد أن يختبرهم. هل في هذا البلاء، يعني أنت قلت يعني بوبت هذا البلاء باعتباره من بلوى العقوبة. نعم. هذه عقوبة واضحة، يعني باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو أراد لهم أن يحرمهم من هذا لا، الرزق. مو أراد. أولا أراد أن يختبرهم، هل هم من الناس الذين يكون إيمانهم حقيقيا أو مزيفا. تجد كثير من الناس يدعي أنا مؤمن، أنا أشكر الله، أنا أذهب للمسجد أصلي، أنا ما أكل الحرام، أنا كذا، ولكن تعال واختبره باختبار بسيط، تجده كل هذه المثاليات ينزعها جانبا. نعم. أي إنسان اليوم إذا كان إيمانه حقيقيا لا سوف يصبر على هذا الابتلاء. مثلا تجد اليوم في كل مفاصل الحياة هناك ابتلاءات، فالإنسان يصبر أو ما يصبر الله يبتليه سبحانه وتعالى. ألم يبتلي الله العراقيين اليوم؟ نحن مبتلون بداعش وبهذه الهجمة الشرسة. ماذا نفعل؟ نعترض على الله أم علينا أن نصبر ونجاهد ونصبر على هذا الابتلاء؟ لأن نهاية هذا الابتلاء فرج للعراق وفرج لهذا البلد، وهذا البلد بلد الظهور وبلد الإمام المهدي سلام الله عليه. إن شاء الله. فلا بد من ابتلاء لأهل هذا البلد، ولهذا تجد العراق من أكثر البلدان ابتلاء. زين، إذا هؤلاء، هذا أمر. الأمر الثاني يعني إجابة على سؤال جنابك الموقر. أولا الله أعطاهم 6 أيام إلهم ويوم إله، مثل مسألة الزكاة والخمس. وتجد كثيرا من الناس لا يخرج الزكاة بحجة هذا تعبي وهاي فلوسي، ولا يخرج الخمس بحجة أنا المن أنطي فلوسي. لكن الخمس بماذا يعرفه أحد العلماء؟ تعريف لطيف جدا، يقول هو شركة بين الله والعبد، لله 4 أجزاء، لله جزء واحد وللعبد 4 أجزاء. زين، وين أكو هيك شراكة؟ لك 4 والله واحد، والبشر أيضا ما يقبل. كذلك هنا أعطاهم 6 أيام، في حين تكون الشراكة للأقوى الجزء الأكبر. أحسنت. في حين أن مع الله خمس 4 أخماس للعبد وخمس واحد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كثير من الناس لا يدفع الخمس. وكذلك الزكاة هي 2.5، شنو قيمتها؟ لكن أيضا ما يدفعوها الناس. كذلك هنا 6 أيام لهم ويوم لله، لكن الله اختار أن يبتليهم. الأمر الآخر أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله شاءت مشيئته أن يبتليهم بهذا الابتلاء. الابتلاء الله سبحانه وتعالى ضاعفه عليهم. ماذا كان؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتجاوزون، يظلمون، يعتدون في السبت. الله ضاعف الابتلاء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. إذ تأتيهم، إذ أيضا ظرفية. دكتور عبر عن السمك بالحيتان، يعني هل جيد. لأنها كبيرة كانت هذه الأسماك؟ جيد. يعني تثير الشهوة للصيد؟ نعم. بالرجوع إلى معاجم اللغة، العرب كانت تسمي السمك بالحيتان والنينان. النينان حيتان ونينان.
فكانوا يطلقون كلمة الحوت على السمكة الكبيرة وعلى السمكة الصغيرة، مطلق السمك يسمونه حيتان. الآن أصبح عندنا تمييز، لأنه تعرف الكشوفات العلمية والكذا، لكن في ذلك الزمان كل سمكة تسبح بالبحر يسمونها بالحيتان والنينان. فهنا الحيتان بمعنى السمك، قد يعني تكون صغيرة وقد تكون يعني كبيرة. لفظان لمشترك واحد. لفظان، أحسنت. طيب. لكن الحيتان هو اللفظ الأشهر، لذلك كانوا يسمون السمكة الكبيرة والسمكة الصغيرة بالحوت، الجمع حيتان. هنا طيب. إذ يعدون في السبت، في هذا اليوم في السبت الله أمرهم بأن لا يصيدوا السمك بالسبت، هم ماذا؟ ظلموا أنفسهم وتجاوزوا الحد. إذ تأتيهم، تأتي هذا أيضا شنو؟ فعل مضارع. نعم. تأتيهم، تأتي فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر يعود على الحيتان هي، والهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. تأتيهم الهم. نعم. حيتانهم. أرجو الالتفات، المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أرجو الالتفات. إذ تأتيهم حيتانهم نسبها إليهم، لم يقل إذ تأتيهم الحيتان. نعم. أرجو الالتفات. يعني هذا عليك أكيد. يعني هذه الكلمة. نعم. حيتانهم، إذ تأتيهم حيتانهم. حيتان هنا هي الفاعل، عفوا مو الضمير المستتر. تأتي الفاعل هنا تأخر، لأنه هنا الهم هو ضمير مفعول به، تأتي الفعل والهم مفعول به، حيتانهم هي الفاعل. هنا لماذا قال التعبير القرآني حيتانهم ولم يقل الحيتان؟ كان من الممكن أن يقول إذ تأتيهم الحيتان. نعم. لكن هذه الكلمة، هذا الفاعل يبعث إشارات سيميائية. حيتانهم يعني هذا الضمير هم. نعم. يعني بالنتيجة خل أقولها بالعامية، يعني مالتهم مساكين، يعني الله كاتبها إلهم. نعم. بس أصبروا يا أيها الناس. لذلك قال القرآن حيتانهم ولم يقل أرجو الالتفات، ولم يقل إذ تأتيهم الحيتان. نعم. لو قال إذ تأتيهم الحيتان يعني هذه مطلق الحيتان، مو إلهم والغيرهم. لكن حينما قال إذ تأتيهم حيتانهم نسبها إليهم، بمعنى هذه الله خصصها إلهم فقط يصبرون ما يصيدون السبت، الأحد والاثنين الله كاتبها إلهم. مثل في سورة الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نسب الكهف إليهم، إلى هؤلاء السبعة. لماذا؟ لأنهم حينما مكثوا في هذه المدة الطويلة أصبح كأنه ملك لهم. مثل ما أقول الآن البيت هذا الإنسان يسكن به يسمى باسمه، هذا بيت فلان، هذا بيت أبو فلان، هذا بيت فلان، ينسب له. هنا نسب الحيتان لهم. هي بالنتيجة رزق الله كاتبه لهم مو لغيرهم، لكن مع ذلك لم يصبروا. إذن تأملت كيف أن الله سبحانه وتعالى قسمها لهم، لكن هم استعجلوا. إذ تأتيهم حيتانهم، هذا الفاعل، والهم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. يوم سبتهم، يوم منصوب على الظرفية، يوم سبتهم شرعا، يعني يوم سبتهم يعني يوم راحتهم. نعم. هذا اليوم اللي الله أمرهم به أنهم يصطادون شرعا. ما المقصود بالشرع؟ نعم. شرعا. نعم شرعا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، حالها شرعا هذه منصوبة على الحالية. يعني حال مجيئها هو شرع. الشرع والشريعة والشرع هو الأمر الظاهر البين في اللغة العربية. لذلك سميت الشريعة بهذا الاسم لأن الله أنزلها واضحة بينة، فسمي الشرع والشريعة شرع الله وشريعة الله بهذا الاسم لأنها واضحة. الله أنزل شريعة واضحة وشرعا واضحا على الأنبياء وعلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرع والشريعة هو الأمر الواضح. بعد عندنا تأمل حتى في لهجتنا العامية، يقول سأذهب وأسبح في الشريعة. الشريعة شنو هي الشريعة؟ حتى باللهجة العامية أخذناها من الفصحى ومن القرآن أيضا. الشريعة هي المنطقة الظاهرة، احنا نسميها بالعامية الجيش، يعني المي اللي ما يغرق به الإنسان. فالجزء الظاهر للإنسان والجزء اللي مو عميق جدا. نعم. فتكون الأرض ظاهرة. يعني كان السمك شرعا كان واضحا يأتي بهكذا. أحسنت. يأتي إلى الساحل كأنه فوق الماء. نعم. يأتي للشريعة، يأتي إلى الساحل وبشكل واضح جدا،
وهم يشاهدون هذا السمك وهم ممنوعون عن الصيد. زين، المسألة أخرى ممكن أن نفهم من هذا النص أنه الأسماك كانت أيضا تحس في ذلك اليوم بأن ماكو شباك، ماكو سنارات، ماكو أدوات صيد، فتسبح براحتها. واليوم العلم الحديث أظهر أن السمك يفهم إذا ما دجنته على أمر معين. شاهدت فيلما علميا لأحواض السمك في اليابان. نعم. حينما يريدون أن يرموا الطعام للأسماك يطلقون صفارة. هذه الصفارة لها صوت معين، حينما يطلقونها أول يوم ثاني يوم السمك كان ما يعلم شنو حقيقة هذا، من يطلق الصفارة يرمون الطعام. يوم يومين ثلاثة بدأ السمك كل ما يطلقون الصفارة يرمون هذا الطعام. بالنتيجة دجنوا السمك على هذه الحالة. حينما يكبر السمك ويصبح مهيئا للصيد يطلقون الصفارة، يأتي السمك بأجمعه ومجرد وضع الشبكة يسحبون السمك. هذه المسألة أنا طبقتها في حوض، كان عندي حوض للسمك وطبقتها مع السمك. كان يجتمع حينما أطلق له الصفارة، حتى لو يعني بعد مدة ما ألقي له الطعام يجتمع، فالسمك يعني يعلم عنده. فكان السمك هنا يعلم أنه في يوم السبت هو في أمان بغريزته طبعا، بغريزته، فيأتي إلى الشريعة ويأتي ظاهرا شرعا. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. أولا شرعا بمعنى الظاهرة البينة على سطح الماء. المعنى الثاني تأتي على شاطئ البحر وعلى شاطئ الماء وعلى الشريعة مثل ما نقول احنا بالعامية. نعم. فيشوفوها واضحة. ماذا يفعلون؟ يتحسرون. ماذا يعني هذا ابتلاء. حينما أمر الله هذه الأسماك أن تأتي أو بفعل أنها هي أمنت، يعني من الممكن أن يعني يأخذ أو أكثر من معنى. هي عندها أمان، حست بالأمان جاءت، أو أن الله قد يكون قد أمرها لكي تأتي إلى الشريعة، أوحى لها كما أوحى إلى النحل لكي يبتلي اليهود بهذا الابتلاء. ماذا فعلوا؟ ماذا يقول؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أول أسبوع ثاني أسبوع تأتي الحيتان، تأتي الأسماك، لا يصيدون. لا يسبتون يعني بالأيام التي من غير السبت. أحسنت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ما تأتي بهذه الكثرة. أسبوع أول أسبوع ثاني ما صادوا يوم السبت. يوم الأحد والاثنين والثلاثاء قليل الأسماك. إذا تحايلوا بحيلة على الله سبحانه وتعالى وأرادوا أن يتجاوزوا هذا الأمر الإلهي، فبدأوا بهذه الحيلة. ماذا فعلوا؟ فعلوا أكثر من الأمر. الأمر الأول نأتي إلى ما فعلوا، ولكن بعد الفاصل دكتور طلال. إذن سادتي المشاهدين نتابع هذه اللوحة بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم في برنامج لوحات قرآنية، وعودة مع الدكتور طلال. وكنا نتحدث عن الحيلة الشرعية كما تسمى في اليوم. كيف هو المخرج الذي يعني أووا إليه هؤلاء اليهود في منعهم من يوم السبت بصيد الحيتان أو السمك. نعم. جيد. أحسنت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. القرآن هو يقول نبلوهم، الله يقول نبلوهم. نعم. زين. إذا ماذا فعلوا؟ أسبوع أول أسبوع ثاني ما صادوا يوم السبت، بقية الأيام ما تأتي. ماذا فعلوا؟ أولا حفروا مجاري للمياه من البحر. هذه المجاري تدخل إلى أحواض. شلون اليوم موجودة أحواض لتربية السمك الكارب؟ فحفروا حفرا وسواقي تأخذ ماء البحر إلى بحيرات اصطناعية مثل ما موجود عندنا اليوم. فحينما كانت الأسماك تأتي يوم السبت تدخل إلى هذه السواقي، وحينما تدخل إلى هذه السواقي وإلى البحيرة الاصطناعية التي صنعوها يسدون الأبواب على هذه الأسماك. شوف الحيلة، سدوا الأبواب على هذه الأسماك. هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية اللي عندهم
يعني إمكانات أقل، ماذا فعلوا؟ كانوا يرمون شباك الصيد يوم السبت ويسحبونها يوم الأحد في يوم آخر. نعم. هذه الفئة الأخرى. الفئة الأضعف ما عندها شباك ولا تستطيع أن تحفر هذه السواقي والبحيرات الاصطناعية، كانت ترمي السنارة، وهذه سنارة الصيد كانت ترميها يوم السبت وتسحبها يوم الأحد وقد تعلقت بها الأسماك. نعم. إذن هذه الحيل الثلاثة فعلها بنو إسرائيل وتجاوزوا على الأمر الإلهي. لذلك الله يقول إذ يعدون في السبت. أولا هم ظلموا أنفسهم بتجاوز الأمر الإلهي وتعدوا على الأمر الإلهي. زين، هذا الأمر القرآن يقول يعني هذه الأمور الثلاثة التي فعلوها ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. الله يقول نحن نبلوهم. نبلو هذا أيضا فعل مضارع، نختبرهم. لم يقل بلوناهم. حينما قال نبلوهم بمعنى أن الله مستمر في ابتلائهم. كذلك نبلوهم. نبلو هذا فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نبلوهم هم يعني نبلو بني إسرائيل. كذلك نبلوهم بما، هذه البما أريد أن أقف عليها، بما كانوا يفسقون. هذه الباء أستاذ عبد الكريم هي باء سببية. نعم. الماء مصدرية، هذه مو اسم موصول بمعنى الذي. بما كانوا يفسقون. المعنى إذا تكون الباء سببية والماء مصدرية يعني يكون المعنى كذلك نبلوهم بسبب فسقهم. نعم. هذا المعنى بما كانوا يفسقون. الباء سببية والماء مصدرية، ما مع الفسق مع يفسقون. الفعل المضارع أيضا يفيد الاستمرار. يفسقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أيضا يفيد الاستمرار. إذا كان السبب هو الفسق أساسا. الماء مع فعل الفسق، بلي. الماء المصدرية مع فعل الفسق تصبح مصدرا، يعني بسبب فسقهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك نبلوهم بسبب فسقهم. إذا لماذا حصل هذا الابتلاء لهم؟ لأنهم كانوا فاسقين. الفاسق هو الخروج عن الحد. هذه يعني مفردة الفسق من لو لم يكونوا فاسقين لما ابتلاهم الله. وأيضا حتى لو صبروا أيضا على هذا الابتلاء. يعني كما تقول يعني دكتور، يعني هذه الآية التي مررنا عليها تأتيهم حيتانهم، يعني هو رزقك لكن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصبر هذه الأيام، لكنه لم يصبر كما تقول بعض الروايات. يعني أن الله سبحانه وتعالى قسم الرزق على الإنسان مع الأجل، قسمه على قدر الأجل. يقال أن من استعجل رزقه قد استعجل أجله. حديث من أجمل الأحاديث. وعلمت أن الرزق الذي كتبه لي ربي لا يذهب لغيري فاطمأننت لذلك. لطيف. هذا رزق أستاذ عبد الكريم، هذا رزق طلال، هذا رزق الأخ هنا اللي واقف خلف الكاميرا، هذا رزق فلان، هذا رزق فلان. أرزاق مقسمة من لدن الله، بس الله ما يريد البشر يستعجل، يريد يبتليه، يريد يشوفه صابر لو غير صابر. هؤلاء هنا الله يقول إذ تأتيهم حيتانهم مالتهم إلهم شر يوم سبتهم شرعا ويوم الأسب، لكن مع ذلك تحايلوا بهذه الحيل. لذلك الله ابتلاهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن هم يدعون أنهم مؤمنون، أنهم شعب الله المختار، أنهم أفضل خلق الله، أنهم كذا. الله بابتلاء واحد كشف فسقهم. الفسق كيف تمظهر الآن في هذا النص؟ أنهم تحايلوا على الله، لم يلتزموا بأمر الله، واعتدوا على أمر الله، وظلموا أنفسهم بصيد هذه الأسماك بهذه الطرق الشيطانية. اليوم كم من الناس يتجاوز ويسرق مال الناس، يسرق مال الدولة بحجة، أحكيها بصراحة، بحجة مجهول المالك. أي مجهول مالك أخواني؟ أي مجهول مالك؟ أنا هذه المقاولة مع الرصيف أنا أخذ نصها، تحال من مقاول إلى مقاول إلى مقاول، بالنتيجة الأخير ينفذ لك رصيف بائس بعد شهر شهرين. هذا الرصيف يعني
غير سليم غير وغير سليم. صالح للخدمة. نعم. غير صالح. هذا الرصيف تشوفه بعد مدة يضمحل، يعني يتفلش، احنا نقول بالعامية. لماذا؟ يعني في كل عصر وفي كل زمان دكتور هؤلاء يعتاشون على الشريعة بالشريعة. نعم. والله هذا بحجة مجهول المالك. أي مجهول مالك أخي؟ أنت لا تتحايل على الشرع بهذه الأمور. مجهول مالك، أو أنا أخذ رشوة من المراجع لأن أنا دا أدي له عمل وأنا أتعب بهذا العمل، ومقابل تعبي المراجع ما أنت مقابل تعبك تأخذ راتب من الدولة. يعني إذا راتب الدولة أين يذهب؟ يعني هناك فلسفة اليوم في مجتمعنا، وأريد أيضا أن أقولها بصراحة وبكل محبة وبكل شفافية، أنه الكثير من الموظفين ولا سيما في الدوائر الخدمية التي تقدم خدمة، نعم، يقول أنا راتبي أخذه من الدولة، أنا حقي هذا، أشتغل ما أشتغل حقي، ومقابل ما أدي لهذا المراجع خدمة أنا أريد من المراجع. ما هذه الازدواجية؟ الشيء الآخر اللي هو أيضا أثر حتى على ميزانية الدولة، هناك من يشتغل بأكثر من وظيفة وأكثر من موقع عمل، نعم، ويأخذ أكثر من راتب. نعم، هذا أيضا أثر على وهذا أيضا نوع من أنواع الفساد، وهو ما يعني ينهى عنه الشرع المقدس، ويعتبر من مال سحت وحرام. والأتعس من ذلك أحد الناس، نعم، أخذ مني رشوة، يعني يجبرك يأخذ منك، يأخذ من فلان، مو مني أنا بشكل عام، يأخذ الرشوة وبعد أن تعطيه يقول حللني وهبني. أي حللني وهبني؟ أو أعطينا هدية، إحنا بدنا نتعب. أي حللني وهبني يا إخواني؟ أي ازدواجية الآن؟ هدية لا تطلب. أي ازدواجية معايير؟ أرجوكم لنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا تراجع مجتمعنا؟ لماذا حصل ما حصل؟ ما في خوف من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ابتلاهم، هؤلاء مثال، تحايلوا على الله بلي. وانظر ماذا فعل الله بهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم أكمل الآية: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الله يوصف بئيس بما كانوا يفسقون، أيضا بما كانوا يفسقون. إذن ما نتيجة الذين تحايلوا حيل شرعية بصيد السمك؟ القرآن يقول وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. اليوم اللي يظلم، اللي يأخذ رشوة، اللي يسرق من المال العام، اللي يفعل ويفعل كذا وكذا بحجة مجهول المالك، بحجة حللني وهبني، هذه نهايته، هذه نتيجته. لذلك هم انقسموا على 3 أقسام هنا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إزاء هذا الفعل، إزاء فعل صيد السمك، انقسم القوم على 3 أقسام. القسم الأول هم الذين كانوا يظلمون، يعدون بالسبت ويصيدون السمك، هؤلاء ران على قلوبهم. القسم الثاني القسم الذي يرضى بالباطل وما ينصحهم. القسم الثالث الذين قالوا لما تعظون قوما، قالوا للقسم الثالث. ما زال الله سبحانه وتعالى هو منزل عليهم، يعني هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى لا يحبهم وينزل عليهم العذاب، فلما تعظهم؟ هم يخاطبون القسم الثالث. القسم الثالث هم الذين فعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واليوم أيضا احنا معطليها بمجتمعنا. وحتى إذا أردنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما نعرف الآليات، مباشرة نتشاجر ونتعارك ونسوي مشاكل. إذا 3 فئات: فئة كانت تصيد وتظلم وتتعدى، فئة كانت ساكتة، الفئة الثالثة كانت تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. الفئة الثانية الساكتة تقول للفئة التي تنهى هؤلاء عن المنكر وتعظهم: وإذ قالت أمة منهم، الفئة الساكتة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني الله كاتب عليهم العذاب، أنتم لماذا تعظونهم؟ اليوم أيضا نسمع هاي النبرة كثيرا. أنت تركه، شعليك بيه، لك علاقة به؟ هو يسرق، هو يأخذ رشوة، هو يسرق المال العام، هو يأذي، تركه. فلسفة شعلية الآن بمجتمعنا، هو يروح للنار، للأسف هو يروح للنار. أنت شعليك، أنت كذا. لا، شوف النتيجة ماذا، شو جوابهم؟ مش قد حضاري. نعم. بماذا أجابوهم؟ يعني أنا قالوا معذرة ينتهي الوقت أتصور. أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سببان. السبب الأول احنا ننصحهم ونعظهم معذرة إلى الله لكي لا يسقط علينا العذاب الإلهي. يقول هذا المجتمع كله فاسد ما ينصح،
يعني بعض الأحيان المجتمع كله يصير فاسد. هذا يعتبر أداء واجب. أداء واجب، لكن أيضا أنا أدعو إلى أداء الواجب بطرق حضارية إسلامية محمدية. لطيف. أنا مو أجي أنصح واحد أفضحه أمام الناس، لا، مو أجي أفضحه أمام الناس، لا. إذا الأمر الأول قالوا معذرة إلى ربكم، لأن الله إذا شاف الكل راضين على الباطل ينزل بهم الغضب الإلهي. الأمر وهذا ما حصل في هذه الآية، دلالة على أنه الذين سكتوا أيضا شمل لهم العذاب، رغم أنهم لم يصطادوا يوم السبت، لكنهم سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السكوت ما يجوز، أيضا اليوم إحنا ما يجوز أن نسكت، لكن نعظ بأسلوب حضاري، بأسلوب ديني قرآني محمدي علوي. زين. ولعلهم يتقون. الأمر الثاني، لعل هاي تفيد الترجي أستاذ عبد الكريم. أقول مثل ما فرعون يقول لعلي أبلغ الأسباب، ترجي. ولعلهم يتقون، يعني ذول لعلهم نرجو، لعلهم تفيد الترجي، نرجو أنهم يرجعون إلى عقولهم ويتقون الله سبحانه وتعالى بترك هذه المعصية. إذا بحسب هذا النص كل إنسان ما معفو أن يسكت عن الباطل. الفئة الثانية قالت لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى الله. يعني يا أخواني، أنت بالدائرة إذا تشوف خطأ، أنت بالعمل تشوف خطأ، تشوف غش، مو تقول أنا شعلي وأنا أخاف وهذا عنده ظهر وأنا ما عندي ظهر. لا، أنت عندك ظهر الله، كون أنت مع الحق، من كان مع الله كان الله معه. اليوم يعني هذه الآيات دلائل فيها واضحة دكتور على أن لا موقف حيادي بين الحق والباطل. ما يمر به اليوم يعني هذا البلد المعطاء، البلد الجميل، نعم، من يعني انتكاسة أخلاقية بصراحة. هذه الهجمة الشرسة التي يعني تعود بنا إلى زمن البرابرة من قبل هؤلاء الدواعش وغيرهم، وأيضا من قبل الوجه الآخر للدواعش وهم المفسدون في الدوائر الحكومية. وربما ما نمر به اليوم من أزمة هو بسبب الفساد المالي أو الإداري، وهذا الظلم الذي نعتشه. أيضا هناك موقف متخاذل من بعض الشرائح، يعني سياسية غير سياسية، هم لا زالوا البعض يعني صامتون أمام هذه الهجمة البربرية يعني على العراقيين وعلى دماء العراقيين. والبعض على عكسهم قد وقف موقف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحول بيده إلى سلاح يقاتل به هؤلاء الدواعش. هذه أيضا مشكلة اليوم، هذه شاهد لما يعني موجود في القرآن الكريم. هؤلاء تنطبق على مجتمعنا اليوم. هؤلاء سيدخلون النار أيضا مع الدواعش يوم القيامة. نعم، لأنه النتيجة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي نهوا الله نجاهم، البقية وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. سؤالي عن اصطلاح الأمة، يعني القرآن استعمل اصطلاح الأمة، وإذ قالت أمة، جيد. يعني هذه الأمة هل هناك عدد معين يطلق عليه معنى الأمة؟ ناس، أناس، أمة، كما هناك بعض الاصطلاحات للزمن، كما يقال اللحظة والآن. الأمة هي المجموعة من الناس، ولكن القرآن في نص يصف إبراهيم بأنه أمة. لماذا وصفه بالأمة؟ لأن فعله كان كفعل مجموعة كبيرة من الناس. هنا الأمة تحمل معنى المجموعة من الناس، هذه المجموعة الوسط اللي قلنا رضت بالباطل وما حكت. يظهر أنه كان عددها كثير، وعدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أيضا التفاتة لطيفة منك، أيضا هذا إيحاء سيميائي يعطيك إشاري لطيف. والمجموعة اللي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذه المجموعة كانت قليلة، فالمجموعة المحايدة كثيرة، واليوم أيضا المحايدون كثيرون. يعني الوقوف على التل أسلم هذه الآن يجب أن نتركها. ماكو وقوف على التل أسلم، أنت لو مع الحق لو مع الباطل. الأكل عند معاوية أسلم، والصلاة مع علي أتم، والوقوف على التل أسلم كما يقال. يعني الوقت لم يتبقى لدينا منه دكتور، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة مع نص جديد آخر. سادتي المشاهدين، هذا الشكر موصول لكم.